سلام لا فامي. دابا غادي يبدا الماتش بين حماده وعبد الله. حماده غادي يلعب بالبارسا وعبد الله غادي يختار الفرقه اللي بغا. مرحبا بكم سيداتي وسادتي في سهرة كروية نتمنى أن تكون ممتعة. كل شيء رائع من هذه الصور اللي نشوفها. الطقس أيضا اليوم رائع ولا شيء يقف أمام تقديم أداء يعكس هذه الصورة الجميلة في الملعب. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدف، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. ها هي البداية إذن. نأمل أن تكون المواجهة الثانية بين الفريقين تلبي طموحات وتوقعات المشجعين. يلعب كرة للجانب الأيمن، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. برايس مينديز يلعبها بينية. الله على المهارة. دينيلسون يشتت الكرة. برايس مينديز يلعب كرة قصيرة بمبدأ الأمان، يبعد الكرة. برشلونة يتطلع لاستغلال الهجمة المرتدة. تحول سريع في الملعب، نشوف تمريرة ولا أروع هنا. تلعب للأمام، تمريرة بينية تبدو خطيرة. الباسكو أرزابال يفرض نفسه مؤخرا بسبب موهبته. ممكن البعض يشوفه لا يملك بعض المواصفات المثالية بالنسبة لمكانه كجناح، لكن أرقامه مساهماته التهديفية لا تكذب وتؤكد على دوره القوي في الفريق. كرة خطيرة الآن. لوكا سوتشيتش عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة لكنه في الأخير فشل في التسجيل. مينديز وكرة جول بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. الإنهاء مميز من دون شك، واضح أنه يعرف جيدا كيف يتصرف ويتعامل مع مثل هذه الكرات. الهدف الأول في المباراة. الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة، لا يجب السماح بأي خطأ يقلب من الأوضاع ويضيع التقدم. برايس مينديز البينية حلوة الآن. ميكيل أويارزابال يستقبلها في وضعية جيدة. أرنولد يتدخل ويبعد الكرة، فرصة لتحول هجومي سريع. بينية رائعة، فاتت ومرت وصلت ويسدد. ملعوبة بشكل جميل، التحرك كان رائع لكن غاب الإنهاء هنا. التركيز مطلوب أمام المرمى. يشتت الكرة بعيدا، بسرعة ينجح في استعادة الكرة. سيرخيو غوميز، ولا تغيير الاتجاه للجانب الايسر. لم يصل بالكرة الى الحد اللي يشكل فيه خطورة حقيقية على خصمه، ولم يكن مصدر تهديد حقيقي. يبعد الكرة عن المرمى. ميكيل أويارزابال، تغيير الملعب ناحية اليمين. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، التدخل رائع هنا. يلعبها على اليمين. برشلونة عليه أن يحدد أهدافه من الآن، على المدرب أن يكون مستعد بخطة بين الشوطين لتعديل الكفة في الفترة الثانية من اللقاء. قد تكون هذه فرصتهم. دينيلسون، ميسي، تصبح هجمة مرتدة الآن، راحت بعيدة هذه المرة. زوبيليا، سيرخيو غوميز،
الحكم ينهي شوط المباراة الأول. شوط أول جاء فيه هدف والنتيجة الآن 1-0. يعني راح نشوف شوط ثاني مثير بدون شك. هذه النتيجة تفتح الآفاق في هذه المباراة من أجل مغامرة المخاطرة أكثر. المسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. الاستراحة مهمة لا من أجل العودة. انتهت الاستراحة والآن نعود إلى شوط المباراة الثاني. برشلونة لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد. ما زال أمام 45 دقيقة قادر فيها على التعويض. بدون تفكير شتت الكرة بعيدا. مارتن زوبيميندي يحتل المركز الثاني في ترتيب التمريرات الحاسمة هذا الموسم. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. كوبو يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كوب خطيرة على المرمى. البداية كانت جميلة لكن النهاية كانت صعبة جدا وحزينة. كان من الضروري التركيز في الإنهاء مثل ما فعل في التحرك من أجل هذه البينية. موجود هنا لقطع الكرة. رودري يبعد الكرة عن مناطقه. أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. تمريرة جميلة الآن. مهارة غير عادية والفرصة. يا إلهي على كرة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. هدفين مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. ميسي لوكا سوتشيتش. ليونيل ميسي. يا لها من فرصة. يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. تستغرب صراحة هذا الأمر. لا أعرف كيف ترك الدفاع وهم يعلمون جيدا قيمته كلاعب هداف لا يخطأ أمام المرمى. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. تمكن من المرور. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم. لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. برشلونة يسعى بشدة لتحقيق التعادل في هذه المباراة. يجب عليك أخذ المجازفة، المخاطرة الآن في هذا الموقف. ليس لديك ما تخسره، لابد أن تقدم كل ما تملك لإنقاذ الموقف. إبعاد الكرة مطلوب هنا. ميسي لا يطلقها بيكام. هل تكون هذه هي فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. لوكا سوتشيتش يحاول الحفاظ على الاستحواذ وإهدار الدقائق المتبقية. مارتن زوبيميندي. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة
برشلونة راح يندموا بالتأكيد على الفرص اللي أضاعوها. خسارة مخيبة للآمال وراح تثير الشكوك حول الفريق في الفترة